الحلم يا ابو صلاح، وراح حلم البلندور، وراح حلم دوري ابطال اوروبا من دور ال 16. محدش مصدق، محدش مصدق، محدش متخيل ليفربول بطل الدوري الانجليزي المتصدر بفرق 15 نقطة، ومتصدر هو المتصدر قائمة دوري ابطال اوروبا من اول 8. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ باريس سان جيرمان بيحط عليه. لا 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 لا. الماتش الذهاب كان للنسيان، ماتش العودة كان قوي جدا جدا. الماتش كان رايح جاي، والليفر ضيع وباريس ضيع. لكن انا قلت قبل كده اللي مخلي ليفربول فايق لان معظم الفرق الكبيره مش في مستواها، واول ما صدم بفريق قوي زي باريس سان جيرمان متكامل عافر معاه، بين حجم ليفربول الطبيعي. ليفربول الطبيعي كان قدامه ممكن يخلص الماتش، وبرضه باريس جاله ماتش فرص كتيره. ضربات الجزاء بقى اللي هو ضربات الحظ، انت وظروفك، وكده كده عارفين مين بيضيع ومين بيجيب. هو ضربات حظ، ما تحاولش. وديمبلي عامل اداء. ايه ده؟ ايه يا لا؟ ايه الغباوه اللي انت فيها دي؟ ده بتاع برشلونه. ده انا كنت بنزل لما كنا بنلعب قصاد ريال مدريد كنت ببقى مرتاح ان عثمان ده ولا يودي ولا يجيب. ايه اللي انت عملته ده يا ديمبلي؟ بص، باريس امبارح باريس عملت ماتش جامد جدا جدا. الليفر مفيش انكار، عملت ماتش للتاريخ. لكن هي ده حجم ليفربول او حجمها الطبيعي في دوري ابطال اوروبا. قلت قبل كده وما زلت اقولها، هو ما اصطدمش في فريق قوي في دوري ابطال، عشان كده تصدر مجموعته وهو كان فايق في الدوري الانجليزي حاليا، وقداموش غير حل واحد، الدوري الانجليزي لحسمه.